خيم التوتر في هواء درعا. مجموعة من الأطفال بالكاد بلغوا سن المراهقة تجرأوا على الكلام ضد النظام. كلماتهم التي خطوها على جدار عكست حالة الغضب المتنامية في العالم العربي. رد الحكومة كان سريعا ووحشيا. اختفى الأطفال وتركوا عائلاتهم للحزن في صمت. وسط الخوف اشتعلت شرارة التحدي. اندلعت الاحتجاجات في الشوارع، طالبوا الناس بالحرية والكرامة وإنهاء الفساد. رفعوا أيديهم عارية ومفتوحة كرمز للسلام. لكن النظام لم يرى سوى أعداء. فتحت قوات الأمن النار على الحشود غير المسلحة. امتزجت رائحة الياسمين التي كانت يوما رمزا للأمل برائحة الغاز المسيل للدموع والبارود. لقد بدأت الثورة التي همسوا بها في شوارع درعا. تصاعد النزاع بسرعة مخيفة. ما بدأ باحتجاجات سلمية تحول إلى تمرد مسلح. أصبحت مدن مثل حمص وحلب ساحات قتال. انهارت الجدران القديمة التي كانت يوما شاهدة على الإمبراطوريات تحت القصف المستمر. وسط الفوضى أجبر السوريون العاديون على اتخاذ خيارات مستحيلة. كلما أنقذت حياة أشعر بفقدان الأمل أكثر. المستشفى الذي كان ملاذا آمنا أصبح هدفا للهجمات. عبر الحدود في تركيا امتلأت مخيمات اللاجئين بالنازحين. عائلات متجمعة في خيام وجوههم تحمل ملامح الخسارة والضياع. راقب العالم برعب دولة تتفت وتضيع صرخات شعبها وسط دوي الحرب الصاخب. أصبح الصراع السوري أزمة عالمية. قامت القوى الدولية مدفوعة بأجنداتها الخاصة بضخ الأسلحة والأموال إلى البلاد. دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها المتمردين، بينما وقفت روسيا وإيران إلى جانب النظام الأسد. اختلطت الخطوط الفاصلة بين الثورة وحرب الوكالة. انضمت الجماعات المتطرفة مستشعرة بالفرصة إلى المعركة. داعش وهي قوة وحشية تدعي تمثيل الإسلام صنعت لنفسها دولة في الفوضى. ألقت راياتهم السوداء بظلالها على سوريا وأيديولوجيتهم تشويه للدين السمح. شاهد العالم برعب داعش وهي ترتكب الفظائع. استهدفوا الأقليات ودمروا مواقع التراث الثقافي واستعبدوا النساء والأطفال. صدمت وحشيتهم ضمير الإنسانية، ومع ذلك استمر الصراع fueled by geopolitics and indifference. فر ملايين من بيوتهم باحثين عن ملجأ في البلدان المجاورة وخارجها. ارتفعت التكلفة البشرية للصراع التي تقاس بالأرواح المحطمة والأجيال الضائعة، والصدمة الجماعية التي سيستغرق شفاؤها عقودا. أثارت صور الأطفال المغطاة بالغبار التي سحبت من تحت الأنقاض. الغضب واليأس طالب العالم باتخاذ إجراءات، لكن الدبلوماسية تعثرت في مواجهة الجمود الجيوسياسي. دخلت الحرب أظلم فصولها. مدينة حلب القديمة التي كانت يوما مركزا ثقافيا نابضا بالحياة تحولت إلى ركام. أصبحت المستشفيات والمدارس أهدافا. البراميل المتفجرة البدائية والعشوائية أمطرت الأحياء المدنية. شهد العالم أهوال حصار حلب. المشهد الخامس: فجر كاذب 2019-2012. بدعم من روسيا وإيران استعاد نظام الأسد السيطرة على حلب وغيرها من المدن الرئيسية. فقدت داعش التي أضعفها التدخل العسكري الدولي سيطرتها الإقليمية، ومضى شعور هش بالأمل وسط الأنقاض. لكن الحرب لم تنتهي بعد. استمر القتال في جيوب عبر البلاد، وظل ملايين الأشخاص نازحين داخليا، ودمرت منازلهم وحياتهم. كافح المجتمع الدولي المنقسم والمرهق من أجل إيجاد حل دائم. كانت ندوب الحرب عميق. لم يعرف جيل من الأطفال السوريين سوى الصراع. تعرض تعليمهم للتعطيل وسرقت طفولتهم. تعهد المجتمع الدولي بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات، لكن مهمة إعادة إعمار سوريا بدت مستحيلة. المشهد السادس: أنقاض الأمل 2012. دخل الصراع عامه العاشر، وهو علامة فارقة قاتمة لدولة محطمة. استمر القتال في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية. لم يظهر نظام الأسد المتشجع بالنصر سوى القليل من الاهتمام بحل سياسي. وظل المجتمع الدولي منقسما
سحبت الولايات المتحدة التي أصيبت بخيبة أمل من سنوات من التدخل الفاشل قواتها، وعززت روسيا وإيران نفوذهما ودعمهما العسكري والاقتصادي لنظام الأسد. وتفاقمت الأزمة الإنسانية، وظل ملايين الأشخاص نازحين يعيشون في مخيمات مكتظة مع وصول محدود إلى الضروريات الأساسية. وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأزمة، مما أدى إلى استنزاف الموارد المحدودة أصلاً إلى حد كبير. المشهد السابع: جائحة ونداء وتريانين. اجتاحت جائحة كوفيد-19 سوريا، مما أدى إلى إرهاق نظامها الصحي المنهار. كافحت المستشفيات التي تضررت أصلاً من سنوات من القصف للتعامل مع تدفق المرضى. انتشر الفيروس بسرعة في المخيمات المكتظة، حيث كان التباعد الاجتماعي مستحيلاً. استجاب المجتمع الدولي بالمساعدات والإمدادات الطبية، لكن جهوده تعرضت للعرقلة بسبب الصراع المستمر والانقسامات السياسية. كانت الجائحة بمثابة تذكير صارخ بهشاشة السلام وترابط المعاناة الإنسانية. وسط الجائحة ظهر بصيص أمل خافت: اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا وتركيا، جلب سلاما هشا إلى محافظة إدلب. هذا الاتفاق وإن كان ناقصا قدم فترة راحة قصيرة من العنف وفرصة لاستئناف الدبلوماسية. المشهد الثامن: أصداء حرب منسية 2024. تحول انتباه العالم إلى أزمات جديدة. تلاشى الصراع السوري من العناوين الرئيسية، وأصبح صدى بعيدا لحرب منسية. لكن بالنسبة لملايين السوريين استمر النضال. عشنا واقع النزوح والفقر والصدمة المستمرة للصراع بشكل يومي. استمر وقف إطلاق النار في إدلب، لكن ظلت التوترات مرتفعة. لم يظهر نظام الأسد الذي لا يزال في السلطة أي علامات على تحمل المسؤولية عن أفعاله. كافح المجتمع الدولي المنقسم والمرهق من أجل إيجاد طريق نحو سلام عادل ودائم. ظل مستقبل سوريا غير مؤكد. أصبحت البلاد عبارة عن فسيفساء من الفصائل المتنافسة، واقتصادها في حالة خراب. بدت مهمة إعادة بناء الدولة مهمة شاقة للغاية، عبء ثقيل للغاية على شعب أنهكته سنوات الحرب. كان صمت المجتمع الدولي صمتا يصم الآذان. لقد مضى العالم قدما، لكن الشعب السوري استمر في معاناته. إن غياب المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ولد ثقافة الإفلات من العقاب. لقد بعث ذلك برسالة خطيرة مفادها أن الأقوياء يستطيعون التصرف دون رادع. يستحق الشعب السوري العدالة. إنه يستحق العيش في بلد خال من الخوف، بلد تحترم فيه حقوقه ويسمع فيه صوته. إن على العالم واجبا أخلاقيا بالوقوف إلى جانبه والمطالبة بالمساءلة ودعم تطلعاته إلى مستقبل أفضل. إن السعي لتحقيق السلام والعدالة في سوريا ليس قضية خاسرة، إنه واجب أخلاقي واختبار ضمن لضمير الإنسانية. لقد خذل العالم الشعب السوري مرة، ولا يمكنه أن يخذله مرة أخرى. تقف سوريا اليوم على مفترق طرق، معلقة بين ماض يكتنفه الظلام ومستقبل غامض. لا تزال أشباح الحرب تخيم على البلاد، محفورة على وجوه شعبها وفي أنقاض مدنها وفي الذاكرة الجماعية لأمة ممزقة. إن الطريق أمامها محفوف بالتحديات، وتبدو مهمة إعادة بناء البلاد ورأب صدع انقساماتها وتحقيق العدالة لضحايا الصراع مهمة شاقة للغاية. ومع ذلك فوسط هذه الأنقاض لا تزال روح الشعب السوري تقاوم. يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية دعم الشعب السوري في سعيه لتحقيق السلام والعدالة والمصالح. لا يمكن للعالم أن يدير ظهره للمأساة السورية. إن مصير سوريا هو شهادة على وحدة الإنسانية، وتذكير بأن السلام ليس فعلا سلبيا، بل هو خيار يتطلب الشجاعة والتعاطف والالتزام الراسخ. تخيم أشباح أمة على سوريا، إنها تهمس في الريح التي تهب عبر أنقاض حلب، وأصواتها تتردد في شوارع حمص الفارغة.
إنها الملايين من النازحين، والأرواح التي لا تحصى التي أزهقت، والأحلام المحطمة لجيل كامل. هذه الأشباح هي تذكير صارخ بالتكلفة البشرية للحرب. إنها تطالب بأن تسمع وأن تروى قصصها وأن تكرم ذكراها. إن وجودها بمثابة دعوة قوية للتحرك ونداء من أجل السلام والعدالة ومستقبل لا يسمح فيه بتكرار هذه المعاناة أبدا. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف، فالصراع السوري على الرغم من تلاشيه من العناوين الرئيسية لا يزال جرحا نازفا على ضمير الإنسانية. إنه تذكير صارخ بهشاشة السلام والتكلفة الباهظة للإمبالاة. فليحل السلام في سوريا، لتصمت البنادق، ولتتوقف القنابل عن السقوط، ولتحل ضحكات الأطفال محل صرخات الأبرياء، لتكسر حلقة العنف، وليبدأ التعافي، فلتتحقق العدالة لضحايا هذا الصراع، وليحاكم المسؤولون عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وليسد القانون، ولتنفى الإفلات من العقاب من البلاد، فليكن هناك أمل لمستقبل سوريا. ليتحد المجتمع الدولي لا في انقسام بل في وحدة وهدف، ليدعموا الشعب السوري في سعيه لتحقيق السلام والعدالة والمصالحة، لتنهض سوريا من تحت رماد الحرب أقوى وأكثر صلابة، وعازمة على بناء مستقبل أفضل لجميع مواطنيها.